سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة فيها. قرار عاجل من وزارة الداخلية سيطبق بالمغرب ابتداء من هذا التاريخ 20 مصابا في انقلاب حافلة للنقل المزدوج بإقليم أزيلال. هزة أرضية جديدة تضرب إقليم الحوز شعر بها المواطنون، وارتفاع قياسي في أسعار الكتب المدرسية يثير استياء الآباء. انخفاض كبير في أسعار الخضر والفواكه يفرح المواطنين. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، ندعوكم متابعين الكرام إلى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتتوصلوا دائما بجديد الأخبار الوطنية والدولية. والآن إلى التفاصيل. أكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن الوزارة تقوم حاليا بدراسات معمقة لتحديث نظام سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير منظومة النقل الحضرية. وجاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث شدد الفتيت على أن النظام الحالي لسيارات الأجرة لا يمكنه مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل. وأوضح الوزير أن المضي قدما نحو المستقبل يتطلب تجاوز النظام الحالي لسيارات الأجرة، كما أشار إلى أن النظام الجديد الذي تعمل عليه الوزارة سيمكن من مواجهة التحديات المقبلة المتعلقة بالنقل عبر التقنيات الحديثة، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المواطنين اليومية. وشدد الفتيت على أن ظهور هذه التقنيات الحديثة يحتم إعادة النظر في منظومة النقل كاملة، وأكد أن الحلول التي ستأتي بها الوزارة ستراعي مصلحة جميع الأطراف، موضحاً أنه لا يمكن تضييع شغيلة سيارات الأجرة، وفي نفس الوقت يجب أن تكون لدينا منظومة تستجيب للوقت الحالي وانتظارات المواطنين. ويعكس هذا التأكيد حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حماية الفاعلين الحاليين في القطاع وتلبية تطلعات مستخدمي خدمات سيارة الأجرة. وفي أخبار الحوادث، اهتزت منطقة زاوية أحنصال التابعة لإقليم أزيلال على وقع حادث مأساوي يوم أمس، حيث انحرفت حافلة للنقل المزدوج كانت ضمن موكب عرس، ما أسفر عن إصابة 20 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة. ووفقاً لشهود عيان، فقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت ضمن موكب عرس بالمنطقة، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها وانقلابها، حيث أصيب 20 شخصاً، 6 منهم إصاباتهم خطيرة. وفور وقوع الحادث هرعت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال لتلقي العلاج، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاً في ظروف وملابسات الواقعة، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة. ويسلط هذا الحادث الضوء مجدداً على ضرورة توفير وسائل نقل آمنة في المناطق الجبلية الوعرة التي تشهد مثل هذه الحوادث بشكل متكرر. وفي خبر آخر، سجلت جماعة إيجيل بإقليم الحوز صباح اليوم هزة أرضية خفيفة تجاوزت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر، حيث شعر بها سكان المنطقة وبعض سكان تارودانت. وفي هذا السياق قال نصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في تصريح صحفي إن الهزة الأرضية التي ضربت إقليم الحوز صباح اليوم بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريشتر. وأضاف الخبير في الزلازل أن هذه الهزة الأرضية ضعيفة ولم يشعر بها إلا بعض سكان المناطق المجاورة لها. وتأتي هذه الهزة ضمن النشاط الزلزالي المنتظم للمنطقة التي تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للهزات الأرضية في المغرب. وفي أخبار الأسعار، تستعد الأسر المغربية لمواجهة زيادة جديدة في أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة تلك المستوردة من الخارج، والتي تشكل جزءاً أساسياً من المقررات الدراسية بعدد من المدارس الخاصة. مصادر مهنية أوضحت أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن الدولي، إضافة إلى تقلبات أسعار العملة التي تؤثر على كلفة هذه الكتب. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعبر فيه العديد من الأسر عن استيائها من الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بالتعليم الخصوصي، حيث تتجاوز كلفة الكتب المستوردة في بعض الحالات 1000 درهم، مما يضاعف من الأعباء التي تثقل كاهل الآباء مع بداية كل موسم دراسي. الجدل الدائر حول أسعار الكتب يفتح من جديد النقاش حول ضرورة تشجيع دور النشر الوطنية على إنتاج بدائل محلية بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال الأسر. في المقابل، يبرر مسؤولو بعض المؤسسات التعليمية اعتماد هذه الكتب برغبتهم في توفير جودة تعليمية عالية تواكب المناهج الدولية.
وفي آخر الأخبار، تراجعت أسعار بيع الخضر والفواكه بأسواق الدار البيضاء حسب ما عاينته مصادرنا خلال هذه الأيام بشكل لافت مقارنة بأسعار الأشهر الماضية التي اكتوى بها المغاربة. وخلف تراجع أسعار الخضر ارتياحاً لدى المواطنين المغاربة الذين أعربوا عن آمالهم باستقرارها، ويعزى هذا الانخفاض الكبير في الأسعار إلى توفر الخضر بجودة عالية بكافة المدن، بعدما كانت الجودة المتوسطة والرديئة هي الطاغية بالأسواق الوطنية. وعاينت مصادرنا خلال جولة بأحد الأسواق الأسبوعية انخفاض سعر البطاطس، حيث تراوح بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما استقرت الطماطم في 5 دراهم والجزر في 3 دراهم، فيما ظل سعر البصل متذبذبا بين 10 و12 درهما. أما الفواكه فبلغ سعر التفاح ما بين 11 و13 درهما، في حين تراوح ثمن الموز المستورد بين 10 و12 درهما للكيلوغرام. ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في ظل توقعات بدخول محاصيل جديدة إلى السوق، خاصة مع تحسن الظروف المناخية واستمرار تدفق المنتجات الفلاحية من المناطق المنتجة. ورغم هذه التطمينات، يبقى المستهلك المغربي مترقباً لانخفاض أكبر يخفف من حدة الغلاء الذي أثقل ميزانيته خلال الأشهر الأخيرة. وفي هذا السياق تشهد أيضاً أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بمختلف الأسواق المغربية ارتفاعاً كبيراً رغم وفرة اللحوم بالأسواق. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله وحفظه.